السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتونا والله، انا حاسس ان انا بقالي قرن ما صورتش. ان شاء الله النهارده بمناسبة يعني ان في كلام بيتقال ان النتيجة خلال 24 ساعة، ما اعرفش ده صح ولا غلط، بس في كلام بيتقال كده يعني. فان شاء الله النهارده هنتكلم عن كرم ربنا في النتيجة، وان بجد والله العظيم حسابات ربنا مختلفة جدا جدا عن حساباتنا. نقعد نحسب بقى ارقام وهنقص كام وهعمل ايه، براجع وبعمل ده كله، وفي الاخر نتيجة مختلفة تمامًا أقسم بالله. أنا حرفيًا كنت بعد كل امتحان باخرج بقى راجع من اليوتيوب. أنتم حرفيًا يا جماعة بتقعدوا تسألوني أنت بتراجع منين؟ ما أنا راجع زيكم. بعد كل امتحان باجي بافتح اليوتيوب ألاقي مصر كلها مقلوبة على الامتحان، سواء كان سهل صعب بقى متوسط أيًا كان، بالاقي مصر كلها مقلوبة. على فكرة ده في كل الامتحانات وفي كل الدفعات، يعني مش في دفعتنا إحنا بس ولا دفعتكم أنتم بس، حرفيًا كل الامتحانات حتى الفرنساوي اللي كان بيبقى سهل جدًا، والجيولوجيا برضه بتبقى متوسطة كويسة يعني، برضه ألاقي مصر كلها مقلوبة عليها، والموضوع صعب والامتحان معقد ومش عارف ايه. بس ده طبيعي، ده منطقي، لان على فكره اللي بيجيب مجموع كبير مش عدد كبير، فبالتالي مش هم دول اللي هيقعدوا يصيحوا، لا. فبالتالي مش هم دول اللي هيقعدوا يصيحوا ويتكلموا ويزعقوا ويعيطوا، لا. اللي بيعيط هم الناس العدد الاكبر اللي هو في الغالب مش بيجيب مجموع. بس مش بقول كل الناس بتبقى مثلا اللي بتعيط مش هتجيب مجموع، لا، ما بقولش كده، بس قصدي ايه، ان المعظم بيبقى مش مستواه مش كويس، فاهمني. فبالتالي المعظم ما بيجيبش مجموع، فبالتالي المعظم هو اللي بيصيح. فخلينا منطقيين وخلينا واقعيين، مش كل الامتحانات بتبقى صعبه جدا ولا كلها سهله جدا، اكيد في امتحانات صعبه في امتحانات سهله وفي امتحانات كويسه. في البدايه كده عايزك تبقى فاهم ان مش كل الامتحان صعب. المهم ان انا كنت باجي بعد كل امتحان الناس كلها مقلوبه على الامتحان. جينا بعد اول امتحان العربي لقيت الناس كلها مقلوبه عليه. وفي الاول قالوا الامتحان سهل، قالوا الامتحان العربي كويس وما فيش فيه اي حاجه. وبصراحه كنت انا جاي حزين جدا جدا والله العظيم، لان العربي ده بجد كنت بهبل فيه. كنت بعمل حاجات غريبه جدا، ما كنتش بحبه اطلاقا، كنت بكرهه بجد. ففي الامتحان بجد عكيت في العربي عك فظيع والله العظيم، حتى في التعبير كنت مبوظ الدنيا خالص حرفيا. حتى في الاختيارات، التعبير الاختياري كان اصعب سؤال في الامتحان، التعبير الاختياري، فانا كنت خارج من الامتحان العربي انا هنقص مش اقل مثلا 15 10. وانا حرفيا كنت كل امتحان بحط مثلا ايه اقل حاجه ممكن انقصها واكتر حاجه ممكن انقصها، انت متخيل. فانا قلت العربي ده اقل حاجه 15 درجه، وجيت الامتحان العربي قعدت اعيط حرفيا والله العظيم، كنت زعلان جدا جدا على الامتحان العربي ده. بس يعني الحمد لله المفاجاه في الاخر ان انا اتصدمت من النتيجه. انا قلت مثلا ايه، يعني اقل حاجه ممكن ناقصها مثلا ايه 6 7، اقصى حاجه ممكن 15 17 في الحدود دي. قلت المتوسط يبقى 10 يعني. اجي في النتيجه الاقي نفسي ناقص 4 درجات ونص في العربي. انا عارفين وقتها كنت مذهول اقسم بالله. فاول درجه بصيت عليها كان العربي والاحياء، بس العربي الاول بصراحه العربي كان بجد معقدني جدا. فما تقلقوش والله العظيم، العربي يعني بيرفعك في المجموع جدا جدا لو انت، انا الحمد لله اديت فيه كويس. فما تقلقش، انت ما تعرفش مين صح ومين غلط، ما تقعدش تراجع بقى ده مدرس ده حل كده وده حل كده. حرفيا المدرسين بجد في امتحان العربي بتاعنا كانوا مختلفين جدا جدا على اجابه السؤال بتاع التعبير الاختياري، فانت متخيل التعبير مختلفين عليه، فكده هيختلفوا في النحو، هيختلفوا في النصوص، هيختلفوا في كل حاجه. فما تقلقش، ما تخافش نفسك، النتيجه هتطلع وهتبقى كويسه باذن الله وهتبقى راضي ليك جدا. تاني ماده بقى، ودي كنت حرفيا مصدوم جدا جدا من نتيجتها، وكنت يعني مش عارف ان المكنه غلطت ولا ايه، ولا انا اللي اخترت الصح، بس انا ما اعرفش. الكيمياء. الكيمياء حرفيا انا كنت في الامتحان غيرت بتاع حوالي مثلا 5 اسئله، منهم مثلا 4 بدرجتين، فلو انت متخيل انا غيرت اجابات كتير قوي غير الحاجات اللي انا غلطت فيها. فانا قلت انا خلاص انا ضعت في الكيمياء حرفيا، وجيت بقى بص يعني حزين، بس ما عيطتش وقتها الحمد لله. كنت جاي حزين جدا جدا من الكيمياء واتقفلت بجد، بس الحمد لله كانت في الاخر، كانت الكيمياء في الاخر عندنا قبل الجيولوجيا والاحياء. فالحمد لله ما اثرتش عليا شويه، ما اثرتش عليا قوي يعني، فعدت يعني. بس بجد كنت حزين جدا جدا من الكيمياء. قلت انا اقل حاجه مثلا ايه 12 برضه 13 كده في الحدود دي، واقل حاجه ممكن ايه 6 7 بصراحه. الحمد لله في النتيجه لقيت نفسي جايب 57، ناقص 3 درجات بس. وقتها كنت مذهول بجد. بس اكتشفت فعلا ان كان في الامتحان ده في اخطاء، اصلا كان في كذا سؤال فيه خطا، ومشوا الدنيا إن في سؤال تقريبا او في سؤالين ان في اجابتين صح في امتحان الكيمياء. والحمد لله عدى الامتحان وخلص. فاللي بوضحه لك ان بجد الامتحانات ما تعرفش مين صح ومين غلط، فما تقلقش، ما تقلقش نفسك على الفاضي. وبجد مالكش دعوه امتحان صعب ولا سهل، انت خلاص امتحنت وخلصت والنتيجه هتطلع، مالكش دعوه بقى، انت استنى النتيجه خلاص. اكيد بجد والله العظيم ربنا هو اللي مختار لك الخير. وهيحصل موقف دلوقتي هحكي لك عليه، موضوع النتيجه اتغيرت دي بسبب والله العظيم ان ربنا هو فعلا كاتب لك ان الكليه دي هتدخلها ايا كان اللي هيحصل، لازم تدخل الكليه دي. فدي تاني ماده الكيمياء، والله يعني كنت بجد خايف منها قوي، الحمد لله لسه 3 درجات بس. تالت ماده بقى وهي الفيزياء. الفيزياء الصراحه انا كنت داخل الامتحان بقى مطمن جدا، حتى اللي شاف فيديو ليالي الامتحان اللي ما شافش يروح يشوفه، مهم جدا يعني، او مش مهم يعني. المهم الفيزياء كنت داخل الامتحان مطمن جدا ومبسوط جدا ان انا خلاص بقى اخش الفيزياء وهمتحن. والماده اللي بقى حاطط فيها كل املي وحاطط فيها كل مجهودي، حليت فيها كتب كتير جدا جدا، قلت انا هقفلها بقى وخلاص مفيش كلام. دخلت الامتحان، حليت الامتحان كله تقريبا في ساعه او اقل من ساعه، او ساعه 25 دقيقه، ساعه وربع، حاجه كده يعني حاجه صغيره خالص. وخلاص وانا قاعد فاضل سؤال، السؤال كان فيه غلطه، قعدت فيه حوالي اكتر من نص ساعه وما رجعتش الامتحان. انا بجد حرفيا قعدت بايت على السؤال ده مش عارف احله. ما السؤال فيه غلطه هحله ازاي؟ احله مره واختار اجابه،
وامسحها، اختار اجابه ثانيه وامسحها. ده وترني جدا جدا ان انا خايف بجد وساب درجتين. والفيزياء دي كل املي في الفيزياء ان انا اقفلها عشان ترفع لي المجموع، انا كنت شاطر فيها جدا. لكن في مواد ثانيه كان عندي فيها قصور زي مثلا الاحياء والعربي، كنت خايف ان هم ينقصوني فالفيزياء هترفعني في المجموع. فلما الاقي سؤال بدرجتين مش عارف احله، ده اللي انا يعني مش عارف احله خالص، تخيل بقى بقيه الامتحان ممكن يكون فيه اخطاء برضه. فوقتها توترت وخفت بجد جدا يعني. قلت خلاص انا هتوكل على الله واحل السؤال، وزي ما يجي بقى انا هعمل اللي عليا وخلاص. بدات احل السؤال واخترت الاجابه اللي انا اخترتها في الاول خالص. قلت يعني هو اللي انا اخترته في الاول هو بالاحساس كده هختاره وخلاص. اخترت اللي انا اخترتها في الاول وتوكلت على الله. سلمت الورقه، خرجت من الامتحان بقى لقيت لك مصر كلها مقلوبه على الامتحان. انا كنت مذهول حرفيا، يعني ايه يا جدعان الامتحان كويس وامتحان سهل وجميل، هو سؤال واحد بس، هو في ايه؟ لقيت بقى الناس كلها عماله تعيط وناس منهاره مش عارف ايه. لدرجه ان والدي وقتها سالني يا ابني انت متاكد ان انت امتحان صح ولا انت امتحان تاني ولا ايه؟ قلت له والله لا، والله هو نفس الامتحان، بس الامتحان بجد كان كويس كان جميل يعني، ما كانش فيه اي حاجه صعبه، هو سؤال واحد بس كان فيه غلطه. بس هنشوف الوزاره هتقول ايه. فعلا وقتها لقيت الاستاذ محمد عبد المحمود عمل فيديو بجد واتكلم فيه عن السؤال ده، وان في غلط كتير في الامتحان وبالذات في السؤال ده بجد اتكلموا عنه كتير جدا. مش هو بس، وفي كذا مدرس تاني اتكلم برضه عن نفس السؤال. فالحمد لله الوزاره استجابت ورجعوا درجات للناس، رجعوا 7 درجات. وده حرفيا رعبني اكتر. ليه بقى؟ لان 7 درجات لكل الطلبه او لمعظم الطلبه، لكل الطلبه تقريبا، كل الطلبه 7 درجات، ده هيرفع التنسيق جدا جدا. فوقتها بجد اتوترت قوي بشكل غريب، اللي هو انا خايف لو انا ناقص في العربي وناقص في المواد بعديها كمان. فاللي هو ازاي؟ طب انا هعمل ايه دلوقتي بقى؟ قلت الحمد لله خلاص يعني عدي بقى خلاص، يعني ما جاتش على الماده دي. قلت الحمد لله انا كده خلاص هقفل الفيزياء. جيت براجع الامتحان مع استاذ احمد بركه لقيت عندي غلطه في سؤال بدرجه. وقتها برضو توترت اكتر، بس قلت طب هعمل ايه؟ انا خلاص سلمت ورقه وخلاص مفيش في ايدي حاجه، فركز اكتر في اللي جاي وان شاء الله خير. خلصنا الفيزياء ودخلنا على الجيولوجيا والفرنساوي. الفرنساوي بصراحه كان كويس، الامتحان كان كويس جدا جدا، بس توقعت ان انا هنقص درجه. يعني توقعت ان انا هنقص درجه في الفرنساوي بسبب المقالي، بس الحمد لله قفلته في الاخر برضو. ان والله بجد ما تضمنش ايه اللي بيحصل ولا بيصححوا ازاي ولا ايه اللي صح وايه اللي غلط، انت ما تعرفش بجد. فما تاخدش بكلام اي حد، ماشي؟ لقيت نفسي مقفل الفرنساوي. كذلك الجيولوجيا عملوا عليها ضجه غريبه، الامتحان كان صعب وكان في كذا سؤال فعلا فيهم خلاف كتير قوي. والحمد لله برضه في الاخر قفلت الجيولوجيا. يعني والله ربنا بجد كريم جدا قوي لاقصى درجه ممكن تتخيلها. فما تشغلش بالك بالحسابات بقى والدرجات والكلام ده كله، خليك مشغول بانك بجد تشكر ربنا على ان هو وفقك في الامتحانات وانك عديت منها بسلام، وانك خرجت بجد يعني سليم نفسيا، دي اهم حاجه. الماده بقى اللي كانت عامله رعب للدفعه كلها حرفيا هي الاحياء. بجد الماده دي كانت بجد من خوفها كله. وانا شخصيا لان كان اللي قبلي في الدفعه اللي قبلي كان ناقص 16 درجه في الاحياء بس، فانا كنت حرفيا مرعوب. فلما جيت انا بقى امتحنت وخلصت وخرجت من الامتحان، اخر امتحان بقى وفرحت اخر امتحان وهيصه ومش عارف ايه والناس خلاص خلصنا، بس حاسس ان الامتحان فيه حاجه. يعني الامتحان فيه بجد كان فيه اسئله كتير قوي قوي صعبه. واخرج من الامتحان الناس كلها بتقول لي اخر امتحان بقى وفرحانين، وانا لا، أنا يا جدعان في الامتحان فيه حاجات صعبه كتير، يا جدعان ركزوا اتكلموا. لان بجد لما بنسكت محدش بياخد باله بيطنشوا. يا جدعان اتكلموا على الامتحان. لحد ما في مدرسين فعلا طلعوا يتكلموا على الامتحان كتير قوي قوي. على امتحان الاحياء برضه ما حدش استجاب لان الطلبه ما كانتش بتتكلم، كله مطنش يعني. فوقتها خفت بصراحه ورجعت الامتحان مع كذا مدرس على اليوتيوب، لقيت نفسي انا اصلا مش اقل من 20 درجه في الاحياء. انا وقتها لما قلت لوالدي الرقم ده، بجد والدي حرفيا يعني اتخض جامد بجد. لما قلت 20 درجه في الاحياء ده رقم كبير جدا مع غير المواد بقى اللي فاتت كلها. فلا الموضوع كان بجد مرعب. فلما خلصت الامتحان بقى والليله خلصت كلها وجاي في النتيجه ببص على الاحياء لقيت نفسي ناقص 11 درجه في الاحياء. هو ستيل رقم مش قليل برضه، هو رقم كبير شويتين، بس انا كنت مبسوط بيه جدا. كنت يعني انا مستغرب يعني ازاي 11 بس، والله العظيم برغم ان انا عملت ده كله في الاحياء والعربي، دول اكتر مادتين انا كنت حاسس ان انا عكيت فيهم جامد. الحمد لله ربنا بجد يعني رفع من مجموعي فعلا بجد فيهم وكرمني فيهم جدا جدا. فبجد ما تقلقش وما تشغلش بالك باي حاجه في النتيجه، ركز بس ان انت تدعي كتير. بجد والله العظيم الدعاء بيغير القدر يا جدعان. انا بجد انا كنت بدعي جدا جدا ان انا ادخل طب، وحرفيا النتيجه اتغيرت عشان ادخل طب. انا حاسس والله العظيم دي رساله من ربنا ان انا نتيجتي اتغيرت عشان ادخل طب. ايه بقى اللي حصل؟ انه احنا النتيجه لما ظهرت جبت كام؟ 383 ماشي. والطب خد من 93 و17، 93 و17 وانا جبت كام؟ 93 ونص. فانا قلت خلاص كده مش هلحق عين شمس، يعني ممكن الحق طب بس مش هلحق عين شمس، هو بقى حته بعيده وهتغرب والكلام ده كله فصعب. فقلت خلاص بقى انا يعني فقدت امل في طب عين شمس وخلاص بقى كده. جيت بعدها الوزاره طلعت ان في درجتين في مشكله وهيتضافوا للطلبه. وقتها انا قلقت اكتر لان خايف التنسيق يعلى. يعني المفروض اصلا انت يعني طبيعي ان الدرجات هتعلى فالتنسيق هيعلى قصادها، لان الحمد لله مش كل الطلبه اتضاف لها درجات. بفتح الموقع التنسيق لقيت نفسي اتضاف لي درجتين، ولقيت طب عين شمس واخد من 385، وانا بعد تعديل النتيجه جبت كام؟ 385. عشان بجد ربنا كان رايد لي وعايز ان انا ادخل طب عين شمس، فدخلت طب عين شمس.
فحقيقي والله العظيم اللي ربنا بيختاره لك هو ده اللي انت هتدخله، ومهما عملت ومهما غيرت هو ده اللي هتدخله. ممكن بس بالدعاء تقدر تغير القدر. فادعي كتير، ما تستقلش بالدعاء ابدا ابدا، ادعي كتير بجد، ربنا معاك، والطاقه اللي انت عايزها باذن الله. وبس كده، سلام.